أسهل حلا بارد ويجنن وسهل. تعالوا نسويه أنا وياكم. هلا بنات، شلونكم؟ شو أخباركم؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. تعالوا أنا وياكم نسوي حلا بسيط ومكوناته بسيطة. حلا بارد يمشي على هالجو الحار. المهم عندي هنا بسكت هاي النوعية، طبعا النوع اللي بسرعة يتفتت. زين، كلش أحب هاي النوعية. وعندي هنا جيلي، وهنا أنا عندي تقريبا نص لتر من الحليب، وهنا عندي الكاستر، وهنا أنا عندي تقريبا نص كوب السكر. نزل هنا شكر، وهنا راح آخذ ملعقتين من الكاستر، ملعقتين كبار. هاي واحدة، وهاي الثانية. راح اخذ بعد وياها تقريبا نص، لان انا اريد القوام يصير شوية ثخين يعني. وهاي نص. هاي الطبقة الأولى اللي هي راح أخلي البسكت، بعدين الكاستر، وبعدين الجلي. هسه هنا راح أنزل الحليب، راح أمزجها. هنا راح أمزج بالخليط، خليته على النار لحد ما القوام يبدأ عندي يتخن يصير سميك كذا. هنا أنا تقريبا راح أضيف له ملعقة صغيرة من ماء الزهر، وراح أضيف له كريمة، ما راح أضيف زبد لأنه بعد ما يحتاج، مادام أنا ضفت الكريمة راح يعطيني القوام اللي أنا أريده، اللي دسم يكون بهاي اللمعة يعني. وهنا مثل ما تلاحظون صار عندي هذا القوام مالته بعد ما سخن. شوفوا القوام مالته جنن. راح أطفي عليه، وهنا أنا حضرت هذني، وأحاول أفتت البسكت اللي راح أخليه بالشكل هذا. وهنا بعد ما خليت البسكت وخليتها بهالشكل هذا، راح أضيف هسه عليه كاستر، ننزله بهالشكل، نسوي طبقة. حلوين الله والله، يعني هالأشياء هاي الطبخ وهاي الشغلات متعة. طبعا خليته وهو حار على مود البسكت هريده يذوب. راح اتركهن يبردن بين ما اجهز الجلي. هنا انا اخذت 400 مل من المي المغلي، وراح انزل عليه الجلي واذوبه، وبعدين اخليه.
وأظل أحرك بيه لحد ما يذوب عندي السكر الموجود بيه. طبعا هنا راح أتركه لحد ما يصير فاتر، يعني لا كلش حار ولا كلش بارد بحيث يجمد، وبعدين أضيفه على الكاستر اللي هي الطبقة الأخيرة. وهنا أنا بعد ما بردت عندي الجيلي وبردن عندي ذني مالت الكاستر، راح أخلي الطبقة الأخيرة الجيلي على الكاستر وأرجع الثلاجة ب10 دقايق عندي. وهنا شوفوا لي هالجمال بعد ما خلصنا، هذا صار شكلهن. وراح أدخلهن على الثلاجة مدة ساعة، ساعة ونص، وأطلعهن وناكلهن. إن شاء الله صحة وعافية للجميع يا رب. وهذا صار شكل النهاية، إن شاء الله يعجبكم ونال رضاكم، ولا تنسونا باللايك والمتابعة والمشاركة، ومع السلامة.